لذلك كان على طول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ من كانت الآخرة همه. جميل قوي الدعاء ده، الحديث ده. من كانت الآخرة همه، اللي شايل هم ربنا لما يجي يقف قدامه، لما يجي يموت هيموت فين وازاي وبيقول ايه، لما يجي ينزل القبر هيبقى روضه من رياض الجنه ولا حفره من حفر النيران، لما يجي التطاير الصحف هتطير ياخدها بيمينه ولا بشماله، لما يجي يقف قدام الميزان هيتقل ولا يخف. من كانت الاخره همه، هو ده اللي انت بتفكر فيه وشايل همه. بص ربنا، بص النبي قال ايه؟ جعل الله غناه في قلبي. انت من جوه منك بص ممكن ما يبقاش معاك 3 جنيه وانت ماشي، بس زي الفل، ما تفهمش ليه. وفي واحد معاه جنيه ونص بس على طول في حالته زي الفل. والله يا عم الرضا رضا القلب. والله القلب ده لما بيبقى راضي ولا تفرق معاك الدنيا كلها، صدقوني. هو النبي قال كده: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي. بص، وجمع الله عليه شمله. لا الدنيا مظبوطة معاك. قال واتته الدنيا وهي الدنيا تجيلك لغايه عندك غصب عنها. شوف انت مش عايزها تجيلك هي. ما البت اللي بتجري وراها انت بقالك 6 سنين، اول لما التحيت جايه تكلمك هي. الله، ما انا حفيت عليك يا بت انت، ما انا جاي دلوقتي لما ربنا كرمني مش هكلمك برضه. تجي لك الدنيا ايه؟ الله، تجي لك الدنيا وهي راغمه واتفتح لك بقى بيبان ربا واتفتح لك. نعوذ بالله. طيب، ومن كانت الدنيا همه بقى، مش شرب يفكر في موت ولا قبر ولا شغل دماغه، عايز فلوس وعايز يحوش عايز يكوش. قال جعل الله فقره بين عينيه. كل لما يمسك فلوس يخاف ويتفقر ويبقى بخيل. خلاص هو الفقر هيبص كده لا فقر، يبص كده لا فقر، يغمض عينه. خلاص الفقر بقى جوه عينه. انسى.